الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن في الحلقة 13 إن شاء الله تبارك وتعالى، سنتحدث فيها في هذه الحلقة عن علم الأحياء. فاليوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى معنا عالم كبير في الكيمياء الحيوية أو في علم البيولوجيا، ألا وهو إيليا بريجوجين. إيليا بريجوجين سنة 1972 كتب كتابا تحت عنوان فيزيك توداي أو الفيزياء اليوم. وأيضا كتب أيضا أو اشترك مع دونالد جونسون في كتابة كتاب Probabilities Nature and Nature's Probability. يعني وفي الصفحة 41 يقول عالم الكيمياء هذا إيليا بريجوجين، يقول إن الاحتمالية الإحصائية لكون البناءات العضوية والتفاعلات المنسجمة على نحو بالغ الدقة التي تجسد الكائنات الحية نتاج الصدفة فيها صفر. يعني بمعنى هو حاب يوضح لنا مسألة مهمة جدا في علم البيولوجيا، وهي في حقيقة الأمر تحتاج إلى عدة حلقات مطولة، لكن نحن في هذه الحلقات نذكر إلا الزبدة حول علم الأحياء. واخترت لإخواني الحديث عن هذا العالم الكيميائي الكبير إيليا بريجوجين، لأنه هو يقول بأن التفاعلات التي تحدث في الخلية وما إلى غير ذلك فهي ببالغ الدقة، فهناك عجائب وغرائب من خلال التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الخلية، إلى أننا نحن لا نلاحظ هذا، وذلك لصغرها، والتي تجسد الكائنات الحية. يعني منها تخلق جميع الكائنات الحية، ونتاج الصدفة يعني بأن هذا الأمر هذا مش مخلوق يعني بالصدفة جاء هكذا يعني أو بالعشوائية، وإنما هو حب يوصل لنا الفكرة، ويقول بأن جميع التفاعلات الكيميائية الموجودة في علم الأحياء وغيرها كلها تفاعلات مضبوطة بدقة جدا وبمعايير معينة حار فيها العلماء في العصر الحاضر. وكان من بين هؤلاء أيضا كان عالم الأحياء الكبير أيضا اللي هو مايكل بيهي، وكذلك ويليام ديبيسكي، اللذين تحدثا في بعض كتبهما عن هذه المسألة. وكذلك البروفيسور فضل رنا في كتابه The Design of Cell، يعني التصميم حول الخلية أو التصميم في الخلية. فهذا إيليا بريجوجين يعترف رغم إلحاده يعترف بأن هناك قوة خارقة وقوة فائقة لضبط علم الأحياء في الكائن الحي. أيضا يشاركه في هذا الرأي أيضا عالم الأحياء الجزيئية فرانسيس كريك، ولديه كتاب السباق المحموم.
يقول في الكتاب نتاعو Life Itself، يقول: ليس بوسع الإنسان أو إنسان أمين متسلح بكل المعرفة المتاحة لنا الآن سوى القول إنه بمعنى ما تبدو نشأة الحياة في الوقت الحالي على الأغلب معجزة، يعني هي معجزة خارقة جدا فوق طاقة البشر. فكثيرة جدا هي الظروف التي كان ينبغي عليها أن تكون مضبوطة من أجل السماح بنشأة الحياة. وهذا اعتراف جد جميل من فرانسيس كريك في كتابه Life Itself الذي طبع سنة 1981 لمن أراد الرجوع إليه. وهنا إن شاء الله نتوقف بكم عند هذا الحد في هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.